في فيديو النهارده انا هعمل ريفيو بسيط جدا عن العربيه دي النيو ET7. Hey Nomi. Ja, bitte? Kannst du mein Fenster auf 35 Grad runter machen? Kein Problem. ادي جامد ادي جامد. العربيه دي مليانه اوبشنز كتير قوي. تقدر تشغل التكييف بعطر، كل واحده منهم بتبقى بريحه معينه وانت بتقدر تختار. دي ريحتها كده عود. ولكن العربيه دي فيها ميزه مش موجودين في اي شركه شفتها لحد دلوقتي، هي اللي اصلا كانت بتبعد الناس كلها عن العربيات الكهرباء. يعني انت تخيل مشكله العربيات الكهرباء ان الواحد بيقول انا لسه علشان مثلا مسافر مسافه طويله والبطاريه قربت تخلص ان انا هخش المحطه واقعد نص ساعه ولا تلت ساعه علشان تشحن 60 او ل 80%. الشركه دي حلته في الميزه الجامده قوي دي. لا انت دلوقتي بتقدر تخش تحط العربيه هي لوحدها، العربيه بتركن لوحدها، العربيه بتركن لوحدها لمده 5 دقائق بالظبط. بطارية مشحونة وتمشي على طول. علي النعمة اختراع. فاكرين زمان كان في الموبايل ده كنا نروح بقى ايه لما تخلص البطارية نروح شايلين البطارية طلعينها حاطين بطارية تانية مشحونة. بتسجل؟ ده الهنت يعني عليكم. وعليكم السلام. انت مين اصلا؟ الهنت بتاع الفيديو النهارده. الهند؟ لا. ده الهند بتاع الفيديو النهارده. بكره بقى نوريكم يعني إيه الباكستان بتاع الفيديو. هي مقفولة ولا مفتوحة ولا ايه؟ ولا انا بتهيألي. انا وحسام رايحين دلوقتي وسط البلد علشان نستلم العربية النيو. هي اسمها النيو اللي احنا هنجربها اسمها نيو ايه؟ نيو اي تي 7 ات 7. ودي مشكلة لما شركات تعمل اسماء معقدة. بنسميها نيو 1 2 3 4 5 خلصت. زي مرسيدس عندهم اسامي تعقد الواحد. بس هي بص عامله زي الاس كلاس في المرسيدس اللي هي الفلاج شيب حاجه. والله احسن حاجه يعني. من مكاني هذا احب اقول كلمه قليله الادب قوي، كلمه قليله الادب عشان متضايق. انا عايز اقول ايه ده؟ حد يقول لي ايه ده؟ يعني ايه ده؟ ما شاء الله العربية دي مش اي حد يقدر يشتريها ب$2 مليون وبرضه مش هتقدر تشتريها. 1400 حصان، 4 بطاريات. لازم تكون مستثمر في شركة نيو بحوالي مينيمم $90 مليون علشان يبقى ليك الحق تشتري العربية دي ب$2 مليون. وبرضه مش هتاخدها، ده هيتعمل عنك ريفيو فحص اذا كنت انت تستحق تشتري العربية دي. العربية عاملة بوجاتي في نفسها. ايه ده؟ ترابيزة اكل دي. طبعا لازم تبقى شبه البوجاتي من ورا. ده جنط كام ده؟ 21. دي العربية اللي احنا هنجربها اسمها ET7. خلي بقية الريفيو بتاع العربية يجي دلوقتي عشان احنا هناخدها نجربها بس بعد ما الراجل ايه بيعمل تشيك ويسلمنا العربية. الراجل اللي ورا ده هيوريني بس شوية حاجات. Ja, ganz normal. Auf der linken Seite für den linken Spiegel. Super, das Lenkrad stellen wir genauso ein mit der richtigen Helligkeit mit der Musik. Oder ihr könnt es atmen lassen, das ist sprich, wir haben hier solche Duftsticks. كتير كده. باين لك كم عربية جنبك وحواليك. احنا لسه هنتحرك بس الاوبشنز اللي هو شرحها لنا بصراحة ايه يا حس؟ احنا مش جايين نجرب السرعه، احنا جايين نجرب الكومفورت بتاعها. كومفورت. سرعه ايه؟ خلاص احنا مشينا ب 1100 حصان. Hey Nomi, Ja, bitte? kannst du mein Fenster auf 35 Grad runter machen? Kein Problem. ادي جامد ادي جامد. الذكاء الصناعي بقى. لا ممكن تنزلي الازاز ل 35 درجه. Hey Nomi, نقول لها نقفله بقى. Ja, bitte? schließ alle Fenster bitte. Okay. ليه كده اصلا؟ انت بتتعلق معاه ولا ايه؟ مش عارف صراحة ابدأ في العربية منين، ولكن ده سقف العربية. يعني سقف العربية احنا مش فاتحين حاجة، هو ده سقف العربية. يعني بتركب انت شايف ازاز من فوق، من هنا من فوق. لو فاكرين العربية تسلا هتلاقي سقف عادي
يعني مفيش حاجه باينه قدامك خالص، ولكن كميه اوبشنز في العربيه. الاوبشن اللي هبدا بيه وهو اهم اوبشن في الفيديو، ان احنا دلوقتي في الطريق رايحين نعمل ايه؟ رايحين نغير بطاريه. بتغير اوتوماتيك طبعا، مفيش عمال يعني صح؟ انت مالكش هنغير بطاريه اوتوماتيك. يعني انت تخيل مشكله العربيات الكهرباء، ان الواحد بيقول انا لسه علشان مثلا مسافر مسافه طويله والبطاريه قربت تخلص، ان انا هخش المحطه واقعد نص ساعه ولا تلت ساعه علشان تشحن 60 او ل 80%. لا، انت دلوقتي بتقدر تخش لمده 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق بتحط العربيه، هوريكم دلوقتي، بتغير البطاريه اوتوماتيك، تاخد بطاريه مشحونه ب 90% وتمشي على طول. وليه سواب قد ايه في اليوم بيقول ولا في السنه؟ الاشتراك ده ممكن تعمله، بس انت ممكن كل يوم 3 4 مرات 5 مرات اللي انت عايزه تبدل البطاريه. التبديله ب 10 يورو صح؟ اوكي. الصوت ده من عندنا؟ من العربيه نفسها. العربيه مطلعه صوتك اننا راكبين عربيه سبق. هي دي الستيشن. المفروض هنا هنشرب. دي برضه عربيه نيو الصفراء المركونه دي. بيقول لنا اركنه في البوكس اللي هو المفروض العربيه منه هتتحرك اوتوماتيك. وهنا المفروض البطاريات هتتغير. ماشي. اوكي، انا عايز انزل اصور الموضوع ده بنفسي. اوكي، عبال ما حسام يخلص، المفروض انت بتيجي بتركن في البتاع البيضه دي هنا كده، المربع البوكس ده قدام الصندوق اللي بيغير فيه البطاريه، وبتدوس ستارت. المفروض يعني العربيه يعني تقريبا هتخش تعمل سواب لوحدها. مكتوب هنا في 3 دقايق تقدر تاخد العربيه مشحونه. هي لوحدها؟ العربيه بتركن لوحدها. العربيه بتركن لوحدها. العربية فعليا بتغير البطارية لوحدها. عليا النعمة اختراع. هوب. اختراع يا بيه. خدناه كام في المية؟ 91؟ 91. اختراع ايه ده؟ هي اول بطاريه بتنزل بتخش جوه، وبعد كده بيرفع العربيه تاني وبيركب البطاريه الثانيه. الجديدة. اوكي. البطاريات بتتبدل اوتوماتيك، فبتاخد بطاريه جاهزه وتكمل سفر على طول. وهم بقى كل يوم فعليا كل يوم في افتتاح لمكان سواب ستيشن او محطه تغيير بطاريات. يعني كل يوم بيفتحوا واحده جديده. ف دي يعني تكنولوجي بالنسبه لي هتغير فكره امتلاك العربيات الكهرباء للابد. ده الاوبشن رقم 1. الاوبشن رقم 2، التكييف بالعربيه. تقدر تشغل التكييف بعطر، يعني في برفيوم بيطلع مع التكييف، اكنك من الاخر بتهوي المكتب او الشقه بتاعتك. فين بقى العطر اللي بيتحط هنا؟ بتلاقي تحت هنا كده في المكان ده 3 كبسولات كده للعطر، كل واحده منهم بتبقى بريحه معينه وانت بتقدر تختار. شوف كده. ياه، بس الثانيه تقريبا الثانيه احسن. دي ريحتها كده عود. انا دي هاخدها معايا اكيد. هتحطها فين؟ بص بقى، ده المنظر بتاعها. يعني انا هحاول اعمل زوم ان كده وابعد وشي. ده المنظر بتاعها. بتتحط بقى تحت. حاول كده نشوف الخرام دي بالكاميرا. بس كده تقدر تشغل التكييف زي ما الراجل شرح بالعطر. يعني ده اوبشن انا عمري ما شفته في اي عربيه. انا عارف ان احنا بنحط ازازه كده على الشباك بتاع التكييف، انما ان التكييف يبقى فيه عطر من جوه. بتقدر طبعا بتغير الازاز دي وتطلبها باكج مثلا، معرفش بقى، اطلب براحتك 50 100 ازازه اللي انت عايزه. يعني هو طبعا انا عارف ان كل حاجه بفلوس، بس فكره الرفاهيه يعني انت كده كده بتشتري العطر بيلزق في التكييف ده بفلوس، ولا يا حس؟ يا باشا، حاجه. انت قول لي ايه احساسك بالسواقه لحد دلوقتي؟ انا كحسام مبسوط. ايه الفرق طب القعده بينه وبين التسلا؟ بس احنا جربنا التسلا يعتبر سبورت اللي احنا جربناها. ماشي، بس دي تحس كده دلال، واخد بالك كده دلع. مش قاعد وانت ايه بقى، يعني ما تزهقش من السواقه لو ماشي مشوار طويل. مش هتزعل. يعني انا حرفيا ممكن اخد العربيه دي في اي مشوار فوق ال 200 300. بنطير ولا ايه؟ اكيد. انا بصراحه عجباني فكره ان انا مثلا لو رايح من هنا لبرلين. ليه بقول برلين؟ يعني من ابعد النقط في المانيا، حوالي 5 ساعات 5 ساعات ونص.
انا لو رايح برلين انا عارف ان قدامي في كام محطه اقدر اعمل فيها سواب. والفكره بقى الجميله ان انت مثلا اما تكتب المحطه اللي انت رايحها فبيكتب لك لما توصل البطاريه هيبقى فيها كام في الميه. يعني حاجه جميله دلوقتي انا ماشي مثلا البطاريه فيها ولنفترض 50% او فيها 40% وانا عايز اعمل سواب، تمام، ان انا ابدل البطاريه ببطاريه مشحونه عشان ما اقفش في المحطه واقعد كتير. فانا مثلا هكتب المحطه على بعد مثلا 20 كيلو، فاكتب لي مثلا انا معايا 40% هوصل عند المحطه والبطاريه فيها 30%. هيخش يغير البطاريه، هتدي له البطاريه اللي فيها 30، هديك بطاريه فيها 90%، فانت بتدفع ثمن السواب تقريبا حوالي 10 يورو، وبتدفع الشحنه. طبعا الشحنه ايه؟ ان انت اديته بعربيه بطاريه 30 خدت واحده 90، يعني الفرق قد ايه؟ في 60% من البطاريه، فانت بتدفع بس اكنك شحنت 60% بس مش هتقف تشحن. انت الفكره ان انت وانت يعني بتعمل سواب للبطاريات وبتدفع الفلوس، انت قدامك واحد لسه بيفتح ويحط الفيشه، انت خلاص غيرت البطاريه ومشيت، وهو لسه يقعد تلت ساعه نص ساعه علشان البطاريه تشحن ويكمل طريق. 3 دقايق المفروض انت تكون خاشش. البطاريه بتتبدل في 3 دقايق، لكن انت قبل ما تركنها على البتاع يعني وتتبدل وبعدين تاخد العربيه وتمشي اجمالي 5 دقايق. انا بالنسبه لي حتى لو قال 10 دقايق ده ولا حاجه. يا كيمو لا يا كيمو يا اسطى انت مقلق ليه بس؟ ايكو الباشا بيسوق بال شيلك في العربيه بتاعتهم. بص الحلاوه دي والنبي. يا سوري لا انا اسف يا بابا. ايوه بقى صورت الركنه البروفيشنال دي. بص احنا ايه بقى؟ Hey, Nomi. حاجه عجباني. Danke für das Fahren. Kein Thema. Big dog status, now I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah, riding around the city with a stick all black. Try with a stroke of weed.